ضاع الحلم يا ابني، ضاع الحلم يا ابني. الريال أحلامه هذا الموسم تتبخر. الريال أحلامه هذا الموسم تتبخر. للأسف الريال مش هو الريال، ولا اللعيبة هي اللعيبة، ولا الإدارة هي الإدارة. كل حاجة ضايعة خالص خالص. الريال آم، باهت. يعني نقدر نقوله كده، ايه، الريال بيعدي بفترة جفاف. ايه جفاف؟ ايه جفاف وحالة كده من الضياع والتشتت حاجة صعبة، حاجة صعبة بصراحة. كتر خير جماهير الريال. اللي بيحصل ده لا يسر عدو. طبعا هيسر عدو اللي هو اللي هو المنافس بتاعهم برشلونة عادي، ولا حبيبي بصراحة. لأنه الريال في حالة كده إيه، ضياع، توهان. ما تعرفش بصراحة تقول إيه، غير إنه في حاجة غلط، في حاجة غلط في النادي ده بأمانة كده. من أول من بابي المنحوس، من أول من بابي المنحوس، هو على المستوى الشخصي لاعب 100 وسريع وهداف ومراوغ، ما حدش يقدر يتكلم عليه 1%. على المهارة ما تقدرش تتكلم 1% على المهارة بتاعته. امبابي ما تقدرش تحكي كموهبة عليه خالص. ولكن في حاجات كده تحسها مش راكبة على بعض. يعني مثلا امبابي لما كان في باريس سان جيرمان كان مكسر الدنيا، كان مكسر الدنيا واهدافه ومش عارف ايه، والدوري الفرنسي كل سنه والكاس والقصه دي كلها كان خرب الدنيا. قال لك هو ناقصني ايه؟ ان ناقصني اني اخد دوري الابطال. طب يا عم امبابي تاخد دوري الابطال ازاي؟ قال لك لا يا باشا، انا اسيب باريس ده وبتاع واروح ريال مدريد. ريال مدريد اللي هو متربع على عرش اوروبا في بطولات دوري الابطال ب 15 بطوله. قال لك انا اروح هناك، انا اتعب لي دماغي مع باريس ومش باريس. لا، ما اروح هناك يا باشا وابقى واجيب دوري الابطال اللي انا محروم منه، واخد الكره الذهبيه، ويبقى كده ضربت عصفورين بحجر. يعني خد دوري الابطال مع الريال كالعاده، هو بياخدها كل سنه، وفي نفس الوقت كمان ايه، اخد ايه افضل لاعب في العالم الكره الذهبيه. وكده مع كاس العالم اللي جبته لفرنسا هنا كده يبقى ختمت الكورة خالص، ختمت الكورة خالص. ايه اللي حصل بعد كده؟ راح عمك امبابي يجري على الريال. خلاص كده حققت احلامي ودنيتي. دخل الريال والصدمة نحس الريال. الصدمة امبابي نحس الريال. صدقوني الريال من اول الريال ما بقيش ريال غير لما دخلوا للاسف امبابي 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 كيليان امبابي. اول ما دخل الريال وتحس كده حياة إلهية إنه اتنحس النادي ده، اللي هو أقوى فريق في العالم ما بقيش أقوى فريق في العالم، اللي هو سيد أوروبا بقى يطلع من أي فريق عادي والدنيا مش عارف إيه. فريق زي الباير، الباير قوي جدا، ولكن في دوري الأبطال واخده في الروحة وفي الجاية. والفرق كلها زي كده يعني تحس إن أول ما الشخص ده دخل الريال والدنيا باظت، باظت يا باشا، ما قعداش. بيعمل ايه في اوضه اللبس مع اللعيبه؟ الله اعلم. طب مثلا ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ الله اعلم. المهم الحاجه المتاكد منها، واعتقد كثير من جماهير الريال هتوافقني في الراي ده، انه امبابي اول ما دخل الريال والريال وقع. وخدوا من الكبيره دي. انت شو تقولوا مثلا المشكله في المدرب؟ مش المشكله في المدرب. انا وجهه نظري مش مشكله في المدرب. هو ماشي المدرب ده ما يليقش بالريال ولا بتاريخ الريال ولا جماهير الريال ولا الحد دي كلها، انا معاكم في الكلام ده. ولكن انا بحكي كمبدا عام. حتى المدرب، يعني هم بيفكروا حاليا انه طبعا ايه، هيجيبوا جوزيه مورينيو. يقول لك الفريق دلوقتي عايز مدرب شخصيته قويه زي جوزيه مورينيو كده، يمسك الحديد للعيبه دي ويرجع البطولات تاني والدنيا تاني والالتزام والكلام ده كله. ولكن خدوها مننا، الريال طول ما مبابي طول ما مبابي المنحوس قاعد فيه، موضوع صعب، موضوع صعب، موضوع صعب. انا مش عارف
يا عم خليك يا عم في باريس، يا عم خليك في باريس يا عم. إيه جماهير الريال دي ايه ذنبها مثلا؟ ايه جماهير الريال ايه ذنبها ان ليها سنتين ولا تاخد بطولات ولا تاخد اي حاجه وبتشارك وتطلع يقول لك معقوله هو النادي بتاعنا احنا ده اللي كان كل فريق يعمل له 1000 حساب، والنهارده في مباراه بيتيس حالة ضياع وتوهان. يمكن الريال يمكن ما كانش غير بادئ في اول 10 دقائق، وبعد كده ما ولا شفنا ريال ولا اي حاجه تاني. امبابي كان غايب حرفيا عن المباراة، يعني امبابي كان غايب حرفيا عن المباراة. فينيسيوس كان غايب عن المباراة. فينيسيوس يعتبر يعني ماشي، شفناه في كذا لقطة فينيسيوس بصراحة. منهم اللقطة اللي هي جاب فيها الهدف طبعا، من حسن حظه فالفردي ضرب كرة قوية خبط في الحارس. طبعا رجعت الفينيسيوس عمل متابعة جاب هدف. دي يعتبر الحسن اللي عملها فينيسيوس. وبصراحة عمل كم فرصة ثاني، ولكن امبابي كان ضيع خالص. ريال مدريد كله بص علي، ريال مدريد النهارده شيل منه اثنين. مين هم اثنين؟ شيل منه اثنين الريال. شيل منه الحارس لونيان وفالفيردي، وبعد كده يا باشا الريال مفيهوش حد خالص. المباراة دي حرفيا الريال مفيهوش اي حد، كله ضايع كله تايه. امبابي مش موجود. ارنولد انا مش عارف جابه ليه من ليفربول ده انا. مش موجود. اللعيبه كلها تايه، اللعيبه في حاله ضياع وتوهان. وبص قال بعد ايه؟ قال بعد غياب سنوات وسنوات دافيد الابا اللي هو زمان الريال خده زمان من الباير وبتاع. لسه قال شايفه، قال انا قال في الدقيقه ال 72 دافيد الابا جواله يدي والابا. هتاخد مرتب انت على اساس ايه الابا انت؟ على اساس انك قاعد بره انت بالاصابات بتاعتك؟ يا عم امشي يا عم، امشي يا سيدي، امشي يا باشا. خلاص كده يعني. انت بتعمل ايه انت قاعد في الريال ايه هتعمل ايه بالظبط؟ في كده تحس في لعيبه بقت على الريال، يعني زي مثلا الابا وغيره وغيره وغيره. لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. الواد امبابي ده المفروض يبخروه، المفروض يقولوا له اتصدق اتبرع. اي والله اكلمكم جد، ممكن يتبرع بجزء من ماله. يمكن في مثلا نحس ماسكه، يكون في حاجه غلط، النيه مش مضبوطه. تحس حتى هو فينيسيوس النهارده تايهين، يعني كل واحد فيهم في حاله اللي هو لا 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 ما تكلمنيش، انا كده ايه انا مخاصمك. فاهمين؟ اللي هي حركات العيال الصغيره دي، لا انا مخاصمك كده إيه، لا ما تبصليش، لا وانا ما بصلكش. ويالك في الدقيقه 80 ويعمل لك كده امبابي غيرني. هو اللي غيرك؟ لا ما عجبنيش والله الاسلوب ده، انا اطلع راح نطلع المدرب وبتاع. ايه يا عم؟ يعني انا فاهم انه مثلا الريال الموسم ده ما خدش بطولات وطلع من دوري الابطال، ودي طبعا عشان نبقوا صادقين مع بعض، الموضوع دوري الابطال ده يمكن خلى المعنويات بتاعت الريال لعيبه الريال دي في الضياع، نازله وما طايقينش اي حاجه. يعني الريال من بعد خروجه من دوري الابطال رايح جاي قدام الباير، وتحس كده يا باشا مش موجود معنويا، نفسيا، ذهنيا. هو كده خلاص خارج الخدمه الريال مدريد بعد مباراه بعد خروجه من دوري الابطال، وهو خارج الخدمة بتاتا وتماما. السؤال يعني، وعايزكم تجاوبون في تعليقات، الريال عشان يرجع الريال اللي احنا عارفينه كلنا يعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب من الاداره؟ ايه المطلوب من الاداره الموسم الجاي تعمله علشان الريال يرجع زي ما هو، ما يبقاش للاسف بعد كده مثلا تبقى كارثه لو حصلت الموسم اللي جاي كمان نفس الحكايه؟ لا، من وجهة نظرك قول لي ايه المطلوب من الإدارة ريال مدريد تعمله علشان يرجع الريال تاني؟ هل يغيروا مدرب؟ هل يعني مثلا الحل في المدرب؟ لو غير المدرب جابوا جوزيه مورينيو او اي حد مثلا شخصيه قويه زي ما يقولوا هم عايزين يجيبوا واحد شخصيه قويه، هيرجع الريال تاني؟ هل مثلا انهم يمشوا بعض اللعيبه، يمشوا حد مثلا فينيسيوس ومبابي واحد منهم يمشوه مثلا؟ هل مثلا في لعيبه معينه لازم تمشي؟ وعلى فكرة الحكم كان، أنا وجهة نظري أنا الحكم كان رحيم بالريال النهاردة. الحكم كان رحيم بالريال النهاردة، لأنه في ضربة جزاء، يعني اعتبر احتمالية ضربة جزاء
كانت للاعب انتوني اللي هو بتاع ريال بيتيس، والحكم كده يعني تقدر تقول لي اتغاضى عنها، يعني قال لك ايه، هي فيها لمس وكل حاجه، بس مش عارف ما رضيتش احسبها ليه، هل ما تستحقش، ولا هو قال لك لا طب يعني خلي الريال ماسك نفسه حتى قبل لقاء الكلاسيكو بينه وبين برشلونه. خلاص هو بكره لو لعبت برشلونه لو كسبت بكره خلاص 100%، خلاص كده برشلونه يا باشا رسميا هتتوج ببطوله الدوري. ولكن زي ما قلت لكم مش المشكله انه الريال، هو الريال السنه دي ضيع خالص. المشكله مش في انه ضايع، المشكله ايه هو سبب الضياع وايه هو الحل، ايه هو سبب الضياع وايه هو الحل. هل لو كان مدرب ما كل شويه طب بيغير مدرب، ولا عشان مثلا ظلم عمك انشيلوتي، فبعد ما ظلموا انشيلوتي خلاص كده دعا عليهم قال يا رب انا ظلمت يعني هل عشان انشيلوتي مشى مثلا دعا عليهم خلاص اتلعنوا مثلا فريق الريال اتلعن، ولا عشان امبابي الدكتاتور، ولا الله اعلم في حاجه غلط، انا لا اعرفه في حاجه غلط. واتمنى من الاداره اني تشوف ايه السبب الرئيسي في موضوع يعني الهزايم والنتائج السلبيه بتاعت الريال دي وخروجه من البطولات كلها وتصلحها، لان لك في رونو بيريز انت لو ما صلحتهاش الجماهير هتطلعك انت في الاخر يعني. لا انت تصلح وتلحق نفسك بسرعه، لا انت يا باشا هتكون الضحيه. فشاركوني برايكم في التعليقات وقولوا لي ايه هو السبب الرئيسي في هبوط مستوى الريال الموسم ده، وايه هو الحل، يعني قول لي ايه هو السبب وايه هو الحل من وجهة نظرك اللي يعملوه في الموسم الجاي. وما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك، ولو وصلت لحد اللحظة دي انت اخويا وصاحبي لان القناة دي جديدة، وبما انك انت وصلت للحظة دي انت كده يا باشا اقدر لك ذلك. اشوفكم في الفيديو الجاي، استنونا بكرة في مباراة برشلونة. سلام. اه يا فينيسيوس يا جونيور اوه.